لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله من جديد في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. أهلا وسهلا شيخنا. لا شك ولا ريب شيخنا أن للشارع مقاصد كثيرة وكبيرة في كل الأمور التي شرعت لنا، ومن أهم وأكبر الأمور التي شرعها لنا الحج، وجعل فيها من المقاصد الكثير. بداية شيخنا، ماذا تعني كلمة المقاصد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم ما تتسم به الشريعة الإسلامية والرسالات عموما وجود الغايات والمقاصد فيها، والخروج عن دائرة العبثية، والدخول تحت مفهوم الحكمة. وهنا طبعا الحكمة هي واحدة من تمظهرات اسم الله الحكيم، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم والعليم، فهو لا يفعل شيئا عبثا أو بلا معنى. وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة في استقرار النفس البشرية واندماجها أو خروجها من دائرة العبث والضياع، كما هي كثير من المدارس الوضعية الآن المندمجة أو المنتسبة إلى قضايا الضياع وقضايا العبثية وقضايا اللا أدرية. هذه تخرجنا منها عن ما نسميه الآن نحن بقضية المقاصد والغايات. فمثلا الله سبحانه وتعالى من أعظم ما أشار إليه في قضية الغايات والمقاصد الكبرى من هذا الوجود الإنساني هو أنه خلقه لغاية عظيمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وخلقه أيضا لمرجع ونهاية عظيمة جدا، وهي أن المنتهى إلى الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقضية الرجوع إلى الله تنفي العبثية وتنفي نهاية الحياة الدنيوية بالموت، لا، هنالك شيء آخر. فعندما يستحضر الإنسان وجود معنى لهذه الحياة، أنه والله حياته لها معنى في أنه مخلوق لشيء أو مخلوق لمقصد وغاية عظيمة، لم يخلق فقط هنا ليأكل ليشرب وبالتالي يكون حاله كحال البهائم، لا، هو الله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان من دائرة الحيوانية إلى دائرة الإنسانية من خلال هذه الغايات العظيمة. موضوع الغايات وموضوع المقاصد هو مرادات الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره، أي أن الله عز وجل في خلقه غاية ومراد لله عز وجل وعلل وأحكام وحكم، وفي أمره خلقه بمعنى الخلق المعروف، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق اللي هو ألا له الخلق والأمر. ففي الخلق له مراد، وفي الأمر له أيضا مراد ومقصد. وبالتالي هنا لما نتكلم عن قضية المقاصد، أن كثير من الأحكام الشرعية إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لحكم ولغايات ولمقاصد نبيلة. من ضمنها مثلا من أعظم مقاصد إنزال الشريعة قلنا عبادة الله، ومسألة العمران في الأرض والاستخلاف فيها. فعبادة الله غاية عظيمة ومقصد لله سبحانه وتعالى من خلق ابن آدم، وكذلك خلقه على وجه هذه الأرض ليقوم بمهمة الاستخلاف والعمران، واستعمركم فيها إني جاعل في الأرض خليفة. نلاحظ هذين الأمرين من المقاصد مثلا الكبرى للخلق، خلق هذا الإنسان. لما نأتي إلى الشريعة التي توجه هذا الإنسان في أمر العبادة وفي أمر الاستخلاف، أيضا في داخلها في الكثير من المقاصد. فمثلا بالنسبة للأحكام الشرعية يقسمها الفقهاء، الأوامر والنواهي يقسمونها إلى مثلا العبادات والمعاملات. فالعبادات اللي هي الصلاة والصوم والحج والزكاة في كل واحدة منها مقاصد. فالصلاة مثلا منها مقصد الذكر،
ومقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقصد التطهر، ومقصد القرب من الله سبحانه وتعالى، والصلة، بناء الصلة مع الله. الزكاة فيها مثلا معنى التطهر، اللي يطهرهم ويزكيهم بها، صل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. وفيها معنى التكافل والتراحم والتعاضد والإعانة لبعضنا البعض، هذه مقاصد للزكاة. كذلك الصيام فيها أيضا مقصد التلاحم والشعور بحالة الضعفاء والمساكين، وفيها معنى الصبر والتحمل إلى غير ذلك. فالشاهد هنا كل الأشياء اللي نسميها نحن عبادات تجد أن لها مقاصد، مع أن العلماء رحمهم الله نصوا، خاصة السادة المالكية، نصوا على أن موضوع العبادات قائم بنسبة كبيرة جدا على معنى التعبد المحض، بغض النظر أدركت الغاية فيه وأدركت المقصد فيه أو لم تدرك. مع أن ابن القيم عليه رحمة الله يقول حتى العبادات فإن فيها كثير من المعاني التي ندركها ونفهمها. لكن يقول المالكية، خاصة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الموافقات، يقول والمعاملات تقوم على العلل وهي قضية المصالح. فهنا تلاحظ التعبد جعلونه مثلا الأصل فيه التسليم وحتى لو لم تعرف المعنى، والمعاملات جعلوا الأصل فيها معرفة العلل، ولأنه يبنى عليها القياس وتكون فيها الاجتهاد إلى غير ذلك. فنحن إذ نتكلم إن شاء الله عن موضوع المقاصد إنما نعني كل حكم من الأحكام الشرعية لله سبحانه وتعالى معنى في داخله مراد لله، معنى في داخله مراد لله. طيب يجي واحد يقول والله ما الذي استفيده أنا من قضية المقاصد؟ نحن نقول المسلم الأصل فيه أنه إذا فهم الأمر وتلقاه على وجه التعبد فهو مأجور، ما يحتاج أكثر من كده. الله سبحانه وتعالى قال لك أقم الصلاة فأقمت الصلاة، قال لك هذه الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، كل صلاة بعدد ركعات معينة، فأنت بغض النظر علمت الحكمة منها أو لا، لكنك قلت والله لله إجمالا حكمة في الصلاة، فأنا أؤدي هذه الصلاة على ما أمر الله. هذه حالة، هذا من يتلقى الأمر على سبيل التعبد المحض بعيدا عنه. لكن لو أن الشخص والله تدبر في معاني ومقاصد ومرادات الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، فإنه بلا شك سيكون أكثر حرصا وأكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر ملامسة لمقصد الشارع من الشريعة، لمقصد الشارع من الشريعة. ولذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يقول ومقصود إنزال الشريعة بشكل عام، ومقصود إنزال الشريعة أي لما أنزل الله شريعته إنما المقصود منها إخراج المكلف عن دائرة هواه، ده مقصد كلي. يريد الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية أن يخرج من دوائر الهوى أي العمل بالمزاجية، إنه والله كل ما جاتك في راسك تعمل بلا، يخرجك من دائرة الهوى، ليخرج المكلف من دائرة هواه حتى من دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فأنت عبد لله اضطرارا في حياتك، في موتك، في كثير من القضايا نحن عبيد لله اضطرارا، يعني بمعنى خاضعين لقوانينه، كلنا خاضعين لقوانين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن تسري علينا العبودية الاضطرارية. لكن الله سبحانه وتعالى من خلال الشريعة يريد أن يخرجنا من دائرة العبودية الاضطرارية اللي تجمعنا مع الكون كله وتجمعنا مع عالم الحيوان إلى العبودية الاختيارية، وهو أن والله أنا بمحض إرادتي أطيع الله سبحانه وتعالى، بمحض إرادتي واختياري أعمل بأوامر الله، أقوم بالصلاة، أقوم بالزكاة، وهكذا. فإذا كان هذا مثلا المقصد الكلي لإنزال الشريعة، فإنك في كل حكم من أحكامها ستراعي هذا المقصد. كيف أخرج من دائرة الهوى إلى دائرة الهدى، كيف أخرج من دائرة المزاجية إلى دائرة الرشد، كيف أخرج من دائرة اللا أدرية إلى دائرة الحكمة والمقصد، وهكذا. هذا تقريبا إجمالا موضوع المقصد، وهي طبعا من قصد يقصد، بمعنى أن الشخص ينوي الشيء ويريده ويرجوه. نعم. نتعمق قليلا شيخنا في موضوع الحج. ما هو أعظم مقصد من مقاصد الحج؟ طيب، يعني جزاك الله خير. فيما يتعلق طبعا بكل الشعائر التعبدية هنالك غاية عظيمة جدا، وهي غاية التعبد المحض، وهو أنك تدخل تحت دائرة العبودية الاختيارية، الجزئية اللي ذكرناها أولا. فأنا مثلا أصلي أريد أن أكون عبد لله، أصوم أريد أن أكون عبد لله، محض التعبد، هذا الأصل الكبير. بالنسبة للحج نحن يمكن في أكثر من حلقة ذكرنا بأنه يجمع أمرين، يجمع التعبد البدني أي الشعائر البدنية التي يقوم الإنسان فيها ببدنه بأعمال، وتجمع معها أيضا التعبد المالي. فأنت في الحج تجاهد بنفسك أو تقوم بالمناسك بنفسك، وتقوم كذلك بدفع المال، أنه فيه كلفة مالية، فيه كلفة بدنية وفيه كلفة مادية. ستلاحظ بأنه والله
كل هذه الشعائر، شعائر الحج من أولها إلى آخرها، يمكن أن نقول بأن من أعظم مقاصدها أمرين أساسيين. المقصد الأول هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا مقصد كبير. يعني تلاحظ أن إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت وإسماعيل وهو يتحرك في هذه المساحات من الأرض، من مكة في داخل مكة في الأرض الحرام، فإنه دائما كان يعني حريص على تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيده. حتى عندما دعا آخر حياته في قضية الدعوات كان يرمي إلى مفهوم توحيد الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فلاحظ ارتباط البيت اللي هو له علاقة كبيرة جدا بمنسك الحج وبمسألة ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. إذن طهارة البيت من كل الأدران الشرك والأصنام والأوثان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه الأمر الثاني: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تلاحظ معنى التوحيد حاضر في إيه؟ في إبراهيم عليه السلام. هذا المعنى أو المعنى أساسي. كيف يذهب الحاج وهو يدرك أنه بكل مفردات هذا الحج المقصد الأسمى والغاية الكبرى التي يريد أن يحققها، يريد أن يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الكلي. ثم لما نأتي إلى تفاصيل هذه الأحكام تلاحظ التفاصيل سبحان الله كلها تلاحظ فيها هذا المقصد الكلي. مثلا من اللحظة الأولى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ، فمن البداية يفتتح بإيه؟ بتوحيد الله سبحانه. لبيك اللهم لبيك. فهو يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى على أساس التوحيد. هذا المقصد. ثم لما يدخل إلى البيت الحرام تلاحظ أيضا تصاحبه هذه المسألة، تصاحبه قل يا أيها الكافرون، وتصاحبه قل هو الله أحد في الصلاة. ثم لما يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، عندما يذهب إلى إن الصفا والمروة عندما يكون على الصفا تجد أن من هذه الشعائر العظيمة التهليل عند الصفا والتهليل عند المروة. عندما يذهب بعد ذلك إلى عرفات ستجد أعظم ذكر يتعبد الله به هو قول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتلاحظ هنا مقصد التوحيد مقصد أساسي في كل خطواتنا في الحج. هذا مقصد واحد. المقصد الذي يمكن أن نقول بأنه لا يتحقق التوحيد إلا به، وهو يمكن أن يكون مقصدا مكمل ويمكن أن نجعله مقصدا منفصلا، هو مقصد التسليم المطلق لله. مقصد التسليم بمعنى أنك تتلقى أحكام هذا الحج بأنها أوامر من الله. وإلا كثير من القضايا لو أردنا أن نتعرف على منطقها أحيانا يصعب عليك، لكن أنت تقول يعني الله عز وجل قال لك طوف 7 مرات بالبيت، أنت تتلقى هذا الأمر على وجه التسليم، أن الله قال لك إيه؟ طوف بالبيت 7. قال لك والله أذهب إلى الصفا والمروة 7 مرات، تقول لبيك، تطوف بها، أنت مسلم الآن. كل ذلك أحيانا ما تعرف أي المنطق. أفرض إنه والله هذه أحيانا صحيح بعض الأحاديث كما في صحيح البخاري إننا والله أن أم إسماعيل ذهبت 7 مرات تجي مفسرة جاءت لكن الأصل لو لم نعرف ذلك الله قال لنا افعلوا ذلك فنفعل. نذهب لنقف على أرض إيه؟ نقف في عرفات، نبيت في مزدلفة، نعود إلى منى، نذبح، ننحر، نطوف طواف كل ذلك سبحان. هذه الأحكام كلها أنت تتلقاها بإيه؟ بمنطق التسليم. وجد السبب أو لم يجد؟ نعم، التسليم وأسلموا له. فالتسليم وأنا من المسلمين. لاحظ، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ألا كده. في النهاية يريد هذه الذرية أن تكون من المسلمين. فمنطق التسليم الذي يدخلنا في دائرة إيه؟ في دائرة أننا من المسلمين. في هذا المطاف نحن إيه؟ من أهل الإسلام ومن أهل التسليم. هذا المنطق مهم جدا في شعيرة إيه؟ إذا لو قلنا ما هو أعظم مقصد نسعى إليه من خلال كل هذه هو كيف نحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، وكيف ننتهي بكل أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم. لهذا نلاحظ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بدأ يقبل الحجر، انظر إلى هذا الملهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، قال أما إني والله أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر.
لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يا سلام. لاحظت هذا المنطق، منطق التسليم. هو يدرك انه والله ليش اصلا انا اقبل الحجر؟ ليش اطوف بهذه؟ ما هي حجر. ولذلك الذين لم يدركوا منطق التسليم نظروا الى كل قضايا الحج بانها قضايا وثنيه، قالوا والله هي بقايا ايه؟ بقايا الوثنيه وبقايا جاهليه. ليس كذلك، بالعكس. فنحن في نهايه المطاف الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشعائر كلها في نهايه المطاف ليبلونا ويختبرنا وينظر الينا هل نسلم لامره ام لا نسلم لامره. التسليم الكامل. التسليم، كما اننا قال لنا صلوا صلينا، قال لنا صوموا صمنا، قال لنا زكوا زكينا، قال لنا حجوا ايه؟ حججنا. بهذا المنطق دخلنا في ايه؟ الاسلام لله. ولذلك سبحان الله من أعجب العناوين ومن أكثر العناوين التي تشدني كثيرا في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب اللي علي عزت بيكوفيتش عليه رحمة الله، الرئيس البوسنوي والمفكر المسلم عليه رحمة الله، لما تكلم عن الكتاب بفلسفات عميقة جدا نقض فيها الفلسفات الوضعية المادية منها والروحية، في النهاية انتهى إلى الإسلام وقال عنون بعنوان التسليم لله. التسليم لله. نحن في نهاية المطاف ليس أمامنا إلا أن نسلم. حقيقة الإسلام هذه، حقيقة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا أحكام، أنزل إلينا فرائض، أنزل إلينا كذا، فنحن نقبل عليها بمنطق إيه؟ منطق التسليم لله. عرفنا معانيها لم نعرف معانيها نقول إجمالا آمنا به كل من عند رب، ما دام أنه من الله حتما له إيه؟ له حكمة. قد يدركها عالم ولا يدركها عامي. صحيح. أحيانا قد يدركها عامي وتخفى على عالم. هذه كلها يعني واردة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يهدينا بالعلم وقد يهدينا بالإيمان. فالعامي الله عز وجل يهديه بالإيمان، والعالم قد يهديه بالعلم ويحرمه الإيمان، وأحيانا العكس. فالمسألة على كل فيها هذا النوع من وبالتالي هذا أعظم مقصد لا بد للحاج أن يراعيه في حجه كله. ننتقل شيخنا إلى أنه هل من الممكن أن تكون الأخوة والوحدة من مقاصد الحج؟ موضوع الأخوة والوحدة هي بلا شك أنها من أعظم مقاصد الحج. أعظم مقاصد الحج. يعني لاحظ سبحان الله الإسلام جاء بمسألة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ربط الخلق كلهم بعلاقة واحدة، كونهم جميعا عبيد الله. فلاحظ أننا جميعا عند الله نسمى إيه؟ عبيد. عندنا الله نسمى عبيد، كلنا عبيد يا عباد، كلنا خلق الله. وإذا سألك عبادي. وإذا سألك عبادي. طيب إذا نحن خلقه ونتلقى أوامره، فنحن متساوين في الخلق ومتساوين أيضا في إيه؟ في الأمر. خصوصا في الحج. في الحج سبحان الله الناس يتفاوتون تفاوت عظيم خارج الحج، من الرؤساء والوزراء والعلماء ومن الفقراء المساكين، كل هؤلاء موجودين. سبحان الله من اللحظة الأولى جميعا نخلع ملابسنا التي كنا عليها لنأتي إلى الله بمنطق المساواة الكاملة. ما في وزير يقول والله أنا كيف أخلع أجعل رأسي حاسر، كيف إنه والله أتساوى مع الفقراء والمساكين في هذا الزي الأبيض. لا، جميعا. أعتى رئيس في الدنيا مع أفقر شخص إيه؟ جميعا يلتقون في اللباس. مساواة عظيمة. مساواة عظيمة جدا. ثم ننتقل بعد ذلك نطوف. ليس هنالك مكان خاص للأغنياء بغض النظر من السلوكيات هذه نتركها، حكم الله. أنا أتكلم الآن عن حكم الله الوضع الطبيعي. جميعا يطوفون بالبيت، جميعا يطوفون بين الصفا والمروة. كنت من كنت. جميعا يقفون بمنى، بيتوا بمنى، المبيت بمنى، جميعا يبيتون بمزدلفة، جميعا يقفون بعرفات، وهكذا. هذا المنطق سبحان الله، منطق المساواة الكاملة الذي تتجسد فيه فعلا الأخوة إيه؟ الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. هذا منطق الأخوة ينهي كل أشكال الطبقية. كل في الحج تتلاشى الطبقية العرقية، وتتلاشى الطبقية الرأسمالية، وتتلاشى حتى الطبقية الدينية. إذا اعتبرنا أنه العالم على الجاهل جميعا، تلقى الشيخ ابن باز لاف معك إيه؟ عليه رحمة الله وجميع علمائنا، تجدهم يطوفون معك في منى. ما في فرق بين الكبير والصغير والغني والفقير. تحتك بهم في المشاعر كلها، تجدهم تسألهم يجيبونك وهكذا. فأنت إيه؟ تشعر بمنطق الأخوة الإيمانية. هذه الأخوة أيضا المسلمين من كل المواقع، من أمريكا غربا إلى استراليا شرقا، هؤلاء هذه البقعة الجغرافية كلهم يلتقون على صعيد إيه؟ على صعيد واحد، وفي ميقات واحد، وفي زمان واحد، وفي هيئة واحدة. فسبحان الله أعظم ما يمكن أن نسميه مؤتمر إسلامي تتلاشى فيه الفوارق وتتجسد فيه العبودية لله سبحانه فهو الحج.
طبعا هنا لو أن المسلمين استطاعوا فعلا أن يجعلوا من هذا الحج شعيرة جامعة لكل قضاياهم، لأنه لاحظ الآن موضوع التوحيد الذي تكلمت عنه هو التسليم لله كقضية مركزية، وموضوع هذه الوحدة الجامعة في شعيرة الحج، هذين الأمرين يؤسسان لقضية مهمة جدا، وهو أن الأمة الإسلام منظور الأمة عندها هو إيه؟ هو الأصل، وتتفاعل يفترض مع قضاياها بهذا المنظور، منظور إن أمتكم أمة إيه؟ واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فعلى كل كون الحج من مقاصده العظيمة موضوع الأخوة وموضوع ثم سبحان الله في هذا الحج هنالك نقطة مهمة جدا أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة من حجاته عليه الصلاة والسلام. حرص النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يكون معه أسامة بن زيد رديفا له. أسامة بن زيد في عرف العرب اللي كانوا موجودين أنه يعتبر إيه؟ والده كان يسمى زيد ابن محمد، فالله سبحانه وتعالى ألقى موضوع التبني فصار على كل أسامة بن زيد بن حارثة، مش كده؟ لكن كان في عرف الجاهلية أنه عبد من عبيد محمد، صحيح، وتظل حتى لو تحررت فأنت إيه؟ في النهاية هذا الوصم لن يفارقك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي كل أشكال الجاهلية، كل أشكال إيه؟ الجاهلية، فكان رديفه أسامة. عند العرب ليس معهودا ذلك، العبد يمشي على إيه؟ على الأقدام والسيد يكون راكبا، أما أن يساويه كانت معيبة جدا. لكن الأعجب من ذلك أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة، أهديت إليه بردة جميلة فأهداها إلى أسامة. هذا معنى آخر، كأن والله أنتم الذين تنظرون إلى فلسفة العبودية والطبقية عند البشر، أنا بالنسبة لي هذا الذي تصفونه لا شيء، هو في النهاية مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهو إنسان. سبحان الله، إيش اللافت؟ نسأل الله يعني يحفظ علماءنا نبهوا لذلك. بعض الناس طبعا حاولوا أن يركزوا في قضية جواز أن يردف النبي صلى الله عليه وسلم أو جواز أن يردف الإنسان في الحج، لكن أحد العلماء التفت إلى معنى عظيم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى معنى المساواة بين البشرية في هذا الموقف، ليست قصة الإرداف، معنى عظيم جدا، معنى عظيم. لذلك رصد بعض العلماء أكبر كمية من البشر اعتقت في هذا العام، سبحان الله، لأن بحركة بسيطة 100,000 شخص نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوا منه هذا المعنى العظيم، أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو محرر العبيد عليه الصلاة والسلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير العبيد كما يقول ابن عاشور، والشارع متشوف نحو الحرية، يعني الشريعة ما جاءت بأي شكل من الأشكال لتقول استعبدوا الناس، ولكن كل أحكامها تقول حرروا إيه؟ حرروا الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية هذا التوجه والمآلات كل ما لذلك يقولون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهى الرق في العرب، يقولون الأمة الأولى التي انتهت فيها ظاهرة الرق في المحيط الذي كانت فيه أمة الإسلام، خصوصا أمة العرب، لأنه كان هنالك مساحات في داخل خلافة الأمة من خارج أرض العرب ظلت فيها هوامش، لكن عمر بن الخطاب أصدر ما يمكن أن نسميه بمرسوم واضح منع الرق في أوساط وهذه طبعا دلالات بحيث بعد كده باقي الأمم يفترض أن تأتسي بهذه الأمة التي نزل عليها الكتاب وتلقت التشريع عن النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب نزل بلسانها تتجه نحو التحرير، فمن باب أولى بقية إذن هذا المعنى حقيقة من المعاني العظيمة جدا التي لا بد أن نلتفت إليها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. للأطفال عالم خاص بهم يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام،
وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل. خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ مرحبا بكم من جديد. نستكمل حديثنا مع الشيخ والدكتور الفاضل حسن سلمان. نتطرق شيخنا إلى الولاء والبراء من الكفار تحديدا في موضوع الحج. هل تندرج تحت يعني مقصد من المقاصد؟ نعم، موضوع المخالفة الذي هو بطبيعة الحال يتضمن نوع من البراءة من المشركين ومن أهل الأوثان وأهل الأصنام ومن الجاهلية عموما التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول أكثر ما يظهر مفارقة المشركين في المناسك خاصة، يعني قضية المناسك تظهر فيها أن الشارع لا يريد أن نتشبه بما كان عليه أهل الجاهلية، وبالتالي كان سبحان الله أعظم سورة نزلت في هذا اليوم براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فبلا شك أن مقصد مفارقة المشركين والبراءة منهم والولاء لأهل الإيمان يتجسد بصورة كبيرة جدا في هذا الجانب. لكن خلينا حتى تكون الصورة أكثر وضوحا نأتي مثلا التلبية. كانت للمشركين تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بمعنى تلبية فيها تشريك. جاءت تلبية أهل الإسلام لتفارق هذا النوع وتتبرأ من هذه الجاهلية التي تخلط الإيمان بإيه؟ الإيمان بالشرك، لتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وحدانية الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يظهر فيه مفارقة المشرك. الجانب الثاني الذي أيضا فيه مسألة الطواف بالبيت العتيق عراة. كانوا يطوفون يقولون بأن والله هذه الملابس التي نلبسها ملابس لا يليق كذا، فكانوا يتأولون. فأراد الشارع أيضا أن نفارق ذلك وجعلنا نلبس لباسا خاصا بنا فنستر العورات ولا نجعل عوراتنا هذه مكشوفة أمام الناس. هذه فيها مخالفة بشكل أو آخر. أيضا من المفارقات التي كانت في الجاهلية، كان أهل الجاهلية مثلا خصوصا قريش ما كانت تدخل مع بقية الناس إلى أرض عرفات، فلا تفيض من حيث يفيض الناس، لا هم يكونون في الخارج والناس يكونون في
في الداخل، هذا نوع من التمييز. يعني كانوا مختلفين جدا عننا، مختلفين. فالله عز وجل قال لهم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فخالفنا هنا. كانوا مثلا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس فلا يأخذون شيئا من الليل. جاءت الشريعة لتجعل الانتظار شيء من الليل أهم من قضية النهار، ففارقت المشركين تماما في هذا الجانب. كانوا مثلا لا يبيتون في مزدلفة، وإذا باتوا فيها يتحركون ليلا، ما كانوا ينتظرون إلى طلوع الشمس. جاءت الشريعة لتقول فارقوا المشركين. لاحظت؟ فستلاحظ سبحان الله كل هذه القضايا يعني فيها المفارقة، يظهر فيها موضوع المفارقة، موضوع البراءة من الشرك وأهله، ومن أخلاقهم، ومن مواصفاتهم، ومن تعبداتهم، خاصة التي لا علاقة لها بالحنيفية السمحة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام. فجاءت الشريعة لتقول لنا المشركين هؤلاء طريقتهم وطريقتكم ليست واحدة. فهذا أيضا من المقاصد العظيمة جدا في هذا الجانب. نعم. بل أعظم نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في يوم حجة الوداع أيضا خطب خطبة معروفة جدا، ثم أنهى كثير من تصرفات الجاهلية، أنهى كثير من تصرفات الجاهلية. فمثلا يقول إن كل ما كان عليه الجاهلية تحت قدمي هذه، فوضع الربا ووضع زي ما ذكرنا قضية التطاول والعرقيات، وهذه كلها ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها كل ذلك، كل أمر الجاهلية وكل سلوك للجاهلية وكل عقيدة للجاهلية تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. نسف كل أعمال الجاهلية وأقام التوحيد وشريعة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل موضوع البراءة من المشركين تتجلى في أكثر من حالة، تتجلى في أكثر من حالة بطبيعة الحج نفسها. نعم. جزاك الله شيخ. كيف من الممكن أن تكون يعني العلاقة ما بين التربية والحج، وأن تكون مقصد مهم جدا في الحج؟ نعم. سبحان الله، موضوع التربية هذا يكاد يكون من المقاصد أيضا الكبيرة جدا في الحج. يعني مثلا قضية الرقابة، يقولون أن هنالك 3 أنواع من الرقابة في الإنسان: رقابة ذاتية داخلية، ورقابة خارجية أن الله رقيب علينا، ورقابة مجتمعية. 3 أنواع عموما يعني في حياتنا كلها، ما بين الرقابة الذاتية الجوانية كما يسميها العزت داخلية، ورقابة برانية اللي هو رقابة المجتمع على الناس، ورقابة إلهية. بعض الناس سبحان الله تجده يعظم الرقابة المجتمعية، يعني يظل عنده قانون العيب أعظم من قانون الخوف من الله. فتجد هنا يعني أمام الناس تجده ما شاء الله منضبط وملتزم وكذا. الحج سبحان الله ترسخ فينا الرقابة الذاتية والرقابة الإلهية، وهي بطبيعة الحال تربط بينهما علاقة جدلية. كلما عظمت الله وكلما راعيت حرمات الله سبحانه وتعالى فإنك تزداد عندك الرقابة الذاتية. نلاحظ سبحان الله مثلا الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظ من الوهلة الأولى عندما لبست الإحرام ولبيت بحج أو لبيت بعمرة متمتع بها للحج أو لبيت حجا وعمرة، من اللحظة هذه تبدأ في مجموعة من الممنوعات. ما في أحد رقيب عليك إلا الله. لاحظ هذا النمط، فتلقى نفسك حريص ألا تدهن رأسك، وألا تتطيب، وألا تحلق، وألا تمس زوجتك، وألا كذا هذه كلها ممنوعات. هذه ترسخ في الإنسان الجانب الرقابة الإلهية. سبحان الله، موضوع الحج بالذات فيه هذه الرقابة واسعة. موضوع الرقابة حتى في قضية الصيد، لما الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين الصيد علله بقوله: ليعلم من يخافه بالغيب، ليعلم من يخافه ويخشاه سبحانه وتعالى بالغيب. فنحن في كل القضايا التي تتعلق بالحج تلاحظ أن تقوى الله، الخوف من الله، رقابة الله يجب هي أن تكون حاضرة عندك في هذا الجانب. إذن الجانب التربوي في موضوع الحج يزداد ويتعمق. وبل أبعد من ذلك، ستلاحظ أنه في الجانب التربوي سيدخل معنا موضوع الرقابة وستدخل معنا موضوع الأخلاق. الجانبين، التربية هي في نهاية المطاف هي عملية رقابة ونقاء داخلي يسفر عن تصرفات وسلوكيات راشدة. هذه طبيعة التربية. يعني أنا أريد أن أربي إنسان أغرس فيه معاني داخلية
هذه المعاني الداخلية هي التي رقيبة على هذا الإنسان وسلوكه وتصرفه. ما عندي بعد كده لا شرطة لا أجهزة أمن لا غيرها. لاحظ سبحان الله مثلا الرقابة الذاتية، لما يطوف الناس بالبيت يطوفون رجالا ونساء، أحيانا تكون قدامك امرأة وخلفك امرأة وعن يمينك امرأة، أليس كذلك؟ في مثل هذا الموطن الذي يتقارب فيه الناس لا شيء يمنعك من المعصية إلا إيه؟ إلا الخوف من الله، إلا الخوف من الله. ويترتب إذا خالفت أمر الله تترتب عليك عقوبات تصل إلى أن حجك يبطل مثلا. فيظل الإنسان سبحان الله، أنا كنت دائما سبحان الله يشدني هذا الأمر كثيرا في الحج، كيف أن الإنسان بمجرد أن ينزل إلى الصحن الذي يطوف فيه الناس تجد سبحان الله خشية الله والخوف من الله، إلا والعياذ بالله من سخط الله عليه ليكون في هذا الموطن من أراذل القوم الذين يعصون الله في هذا. لكن تجد سبحان الله معظمها النساء مشغولات بأنفسهم. لماذا؟ لأن هذا المقام بشكل عام مقام الحج مقام يذكر الناس بالآخرة، في لبسنا نتذكر الآخرة، يعني أنت مقام أخروي، مقام أخروي محض. وبالتالي هذه الرقابة الذاتية تولد في الناس كثير من القيم اللي الرقابة تتعاظم، الخوف من الله يتعاظم، تنتج عنها سلوكيات طيبة، إذا تنتج أخلاق. فعلاقة التربية بالأخلاق علاقة متداخلة، فتلاحظ التعاون، الصبر، التحمل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه القيم اللي ذكرناها في الحلقة الماضية، كيف أن الإنسان يجتنب كل ما يؤدي به إلى الانحدار الأخلاقي. فأنت تلاحظ تترك الجدل، تترك المراء، تترك الانتقام، تترك الأذى، حتى لو آذاك الناس أنت ليس هذا الآن موطن إيه؟ رد الأذى بالأذى. فعلى كل الجانب التربوي والجانب الأخلاقي يتداخلان بشكل كبير في موضوع الحج، وبالتالي يثمر الحج إذا كان الإنسان قد أقامه على وضع صحيح، ينتهي به في نهاية المطاف أن يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى أهله كيوم ولدته إيه؟ أمي. يعني لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج، اجتنب كل هذه الثلاثية التي تتضمن جزئيات كثيرة جدا، إنه يعود بعد ذلك كأنما ولدته أمه. ننتقل شيخنا إلى الموضوع التجاري أو الموضوع الاقتصادي. نعم. كيف ممكن نوفق ما بين الاقتصاد الإسلامي وأنه يكون مقصد من مقاصد الحج؟ نعم، هو على كل الإسلام في موضوع شعيرة الحج أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم على الناس البعد الدنيوي، يعني في نفس الوقت الذي يؤدون مناسكهم، لكن ما منع الله سبحانه وتعالى أن يكون ساحة للمنافع، بمعنى يمكن أن يكون هنالك تبادلا تجاريا في الحج، الناس جاية من مختلف المواقع، مما يمكن أن يكون محمولا، مما يمكن أن يحمله الحاجة على المستوى الفردي. أحيانا سبحان الله، يمكن ذكرت الحلقة الماضية، من حكمة الله سبحانه بعض الناس لا يجد المال الكاش في بلده، فيأتي ببعض الأشياء العينية صحيح. التي يبيعها في أرض الحرمين، ولكن الذهب والفضة يمكن أن يبيعها هنا ثم يعود. هذا جانب. النقطة الثانية، كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب لإبراهيم دعوته في أن يرزق أهل هذا البيت من الطيبات، يرزقهم الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال من آمن منهم، الله عز وجل قال ومن كفر أني سأرزق الكل. ثم بعد ذلك هذا الذي رزق من أهل الكفر يعني يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب أليم. الشاهد هنا الله سبحانه وتعالى من خلال جعل التجارة والمنافع مقصودة في الحج، أيضا حرك أسواق أهل مكة، هذه البلدة الطيبة التي أهلها يحتاجون إلى أن يكون بينهم وبين الحجاج تجارة. لو أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم لكان ذلك فيه ضيق. ويمكن من المقاصد اللي حقيقة أيضا ألفت إليها مقصد التيسير والرحمة، هذا مقصد عظيم في الحج. تجد التيسير هذا ينتاب كل الجزئيات، في الحج، افعل ولا حرج، قدمت كذا، أخرت كذا، فعلت كذا، النبي يقول لهم إيه؟ افعل ولا حرج. فهنا على كل مقصد التيسير أيضا كان، ومن التيسير أيضا أن الله لم يحرم على المسلمين البيع والشراء وكذا جل الله. فعلى كل يمكن أن يكون فيها الكثير من التبادل في المنافع والكثير من القضاء. يعني تصور لو أن هنالك ما يمكن أن نسميه، سواء كان داخل الأرض الحرم أو كان ما بين جدة ومكة مثلا، أن يكون هنالك سوق ما يمكن أن نسويه من الأسواق الحرة، يكون يتبادل فيها الحجاج منافعهم مثلا، كل واحد براحته، يعني يأتي كل إنسان بما لديه من. وليت الناس سبحان الله يترك لهؤلاء الحجاج أن يلتمسوا أمرا دينيا وأمرا
أمرا دنيويا. فهذه على كل مما تحرك أيضا حركة الاقتصاد لأهل البلد اللي هو أهل الحرمين الشريفين، وكذلك الذين يأتون من الخارج، فيتبادل المسلمون هذه المنافع ويكون جمع بين الخيرين، خيري الدنيا والآخرة. أخيرا شيخنا، من خلال الحج يبرز لنا دور أم إسماعيل ودور المرأة في سيرة الحج. نعم، حدثنا عن ذلك. طبعا بالنسبة للمرأة سبحان الله، يعني النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، والقرآن الكريم ركز على في مسيرة الأنبياء المرأة دوما حاضرة، بغض النظر تحضر في دور بارز أو تحضر في دور دور خفي، تظل دائما هي حاضرة. أحيانا تظهر في دور إيجابي وأحيانا تظهر في دور سلبي، أحيانا تكون حسب الحال، أحيانا تكون امرأة نبي شقية، وأحيانا تكون امرأة فرعون سعيدة. فيعطيك الله سبحانه وتعالى هذه النماذج العظيمة. سبحان الله، في الحج يظهر عندنا نموذج المرأة الإيجابي الذي يكون منطقة التسليم الذي ذكرناه في مقصد الحج. أول من تمتثله هي امرأة إبراهيم عليه السلام، أم إسماعيل. أم إسماعيل أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأخذ أم إسماعيل وولدها ويضعهم وين؟ في هذا البيت، إن أول بيت وضع للناس وضعهم هناك. ثم انصرف منهم وحدهم يعني. فكان المرأة سبحان الله تدرك أن زوجها رسول ونبي، إبراهيم عليه السلام عاشت معه فترة، تعرف أنه الرجل رسول وتؤمن به بذلك. قالت يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ شوف هذه المرأة يهمها أن تعرف إنه والله هذا الموضوع أمر من الله أم لا؟ قال نعم، ولم يلتفت إليه. قالت إذن لن يضيعنا الله. قمة الانسياب نعم، التسليم لله. بدأ من هنا. لاحظ هذه المرأة النموذج، المرأة المؤمنة، المرأة التقية، المرأة التي يهمها أمر الله سبحانه. تصور لو أن المجتمعات المسلمة كانت تدور نساؤها حول هذا الجانب، جانب التعبد. للأسف الشديد الآن التيار الذي يريد أن يجرف أمتنا الإسلامية، ما نسميه الآن تيار النسوية الذي يجتاح للأسف الشديد العالم، تريد أن تتمرد على كل ما هو شرعي، وتريد أن تتمرد على أحكام الله، تتمرد على الأسرة، تتمرد على الأب، تتمرد على الرجال. أنت كل شيء. وقيل لها هكذا، قيل لها بأنه والله أنت مشكلتك مع الرجل، ما عندك مشكلة أخرى. فصنعوا لها صنعوا لها عدو، جعلوا من الرجل عدو للمرأة. هذه المرأة التي وهي طفلة يربيها أبوها أكلا وشرابا وزينة، لما يأتي موضوع الزواج حولوه إلى عدو. قالوا لها والله أنت ما عندك عدو في الزواج إلا الوالد. طيب الوالد كان أصدق الأصدقاء وأحب الناس إليها وهي من طفولتها إلى هذا المكان، كيف تحول في لحظة الزواج إلى عدو؟ لا يستطيعون أن يجيبون على ذلك. لاحظت؟ لماذا؟ لأن موضوع التسليم والأوامر الإلهية التي جعلت لهذا الوالد قوامة على ابنه، قوامة على بنته، أنه أحرص الناس عليها، أحب الناس إليها، أحرص الناس على مصالحها، أخرجوها من دائرة الحبيب إلى دائرة الأعداء، سواء كانوا نساء أو رجالا. فهنا نلاحظ على كل امرأة إبراهيم أم إسماعيل، نلاحظها تظهر عندنا أيضا كامرأة قامت بدور عظيم جدا. وسبحان الله، هذا الذي السعي بين الصفا والمروة كان واحد من الأدوار التي أدتها هي على كل بشكل غير طبيعي. كانت تسعى بحثا عن الماء، تصعد الصفا، إن الصفا والماء بدأت بالصفا انتهت في المروة 7 مرات. ابن عباس يقول فذاك فعل الناس اليوم. جعل الله سبحانه وتعالى هذه المسيرة التي سارت هذه المرأة طائعة لله سبحانه وتعالى، تاركة كل حظوظ الدنيا من أجل أن تتلقى التسليم. لاحظ بعدين هذه المرأة نفسها سترضع هذا التسليم لإسماعيل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا بني قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم صاحب التسليم الأكبر، زوجته صاحبة التسليم الأكبر، إسماعيل صاحب التسليم الأكبر. كل هذه الأسرة تدور في فلك التسليم. فظهر عندنا الأب، وظهرت عندنا المرأة، وظهر عندنا الولد، كأنما سبحان الله نموذج الأسرة التي تتلقى الأوامر على منطق التسليم، وحينها سبحان الله يكون الرضا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يرضى عنا جميعا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.